طب المشجع اللي بيسمعنا دلوقتي، هو معقوله الزمالك بقيمته دي والاهلي بقيمته دي ما اضافوش اي فاليو خالص للكابتن نادر؟ فاليو كبير، ده شرف كبير جدا هي دي اللي عايز بالنسبه لي. اسمعها عشان تتفهم لا صح. لا، شرف كبير جدا، اضافه كبيره جدا. ان انا اكون لعبت في الزمالك، فده شرف كبير واضافه كبيره طبعا لاسمي معايا. والاهلي اضافه. انا بتكلم على الفاليو، فاليو الصفات الانسانيه. انا مش بتكلم على، ما خد بالك. طب مهم انا دلوقتي، التوضيح طب انا ده. عايز اقول لك على حاجه. طب انا دلوقتي كنت في الزمالك وبعد كده مشيت، هل هحس ان انا قيمتي الانسانيه وقعت لا نزلت؟ طبعا. لا، لا. طبعا. انما هو قيمتي كلاعب اكيد اضافه كبيره جدا. قيمتي كلاعب ان انا اكون في النادي الاهلي ده اضافه كبيره جدا. وحاجه تانية مهمه قوي، عشان يعني بتفتح حاجات كتير. ارجو ان الناس ما تصدقش ولا خبر مكتوب، يعني امم. تصدق او تتكلم على وصلنا الخبر، لمرحله صعبه في لان بعض الخبر الاخبار. المرئي والمسموع امم. بعد الاي اي كمان ممكن تحصل فيه حاجات كتير. بس انا قصدي ناس كتير اتكلمت عن لساني ان انا رحت الاهلي اتكلمت على الزمالك وحش، ولما رحت الاهلي مشيت من الأهلي سبت الاهلي اتكلمت على الاهلي وحش خالص. ما حصلش الكلام ده خالص، بالعكس. انا كلاعب، لانه بص يا ايهاب، انا بعيش الحياه بمجموعه من الصفات الانسانيه. يعني ايه؟ تمام. يعني انا بعيش حياتي كلاعب، اوكي، انتهى، اتقلبت. بعيش حياتي كأب معايا، بعيش حياتي كزوج، بعيش حياتي كأخ، بعيش حياتي كراجل مهني في شغلي، ايا كان بشتغل ايه، بشتغل مدرب، بشتغل طبعا. اعلامي، بشتغل في بيزنس. فانا بعيش حياتي، فانا ما بخلطش ما بين الصفات الشخصيه. فانا كلاعب اتقفل الباب، خلاص خلصنا. فت واستفدت معايا، وده كرم من ربنا سبحانه وتعالى ان انا لعبت في منتخب مصر 14 15 سنه، ولعبت في الاهلي سنتين، ولعبت في الزمالك 6 سنين، ولعبت في بروج 4 سنين، وهكذا. ففي الاخر قفلنا الباب، خلاص خلصنا من الموضوع ده، مش هعيش عليه يعني. فبس هو الاهم اللي هو لا يتغير معايا في كل الصفات الشخصيه دي، هو قيمتي الانسانيه.